مساء الخير، مساء الجمال. بكلمكم اليوم على قصة. مش عارفة إنه هذه المرأة اللي بالقصة هي ظالمة ولا مظلومة. بتتكلم اسمهان عن نفسها وبتقول: أنا اسمي اسمهان، عمري 35 سنة، تزوجت من قبل 10 سنين وما رزقني إن شاء الله بأي طفل. كان زوجي يحبني في ال5 سنين الأولى، إلا أنه أهله أصروا عليه أنه يتزوج، لأنه ما حصلش خلفة أثناء ال5 سنوات الأولى. طبعا هو على طول نفذ رأي أهله وراح يتزوج وخلف من المرأة هذه توأمان. بعد مرور عام من التوأم حبيت أني أقوي علاقتي بزوجي وأقول خلاص دام الله رزقك الذرية ضروري حنصلح وضعك معايا وتقعد معايا ونروح نرجع مع بعض، يمكن نرجع نخلف منك لأنه نتمنى أخلف منك. قال لها إيش ممكن أعمل؟ لي قلت نروح أنا وأنت عند الدكتور ونشوف إيش ممكن من علاج أستخدمه أنا وأنت عشان أنا أنجب. قال لها مش مشكلة، إنه هو الآن ارتاح وأنجب، فما كانش عنده أي مانع إن أنا أخلف. وفعلا عملت موعد مع أحد الدكاترة الكويسين في مجال الولادة، فقال له ضروري إنك شاف فحوصاتي، قال مرتك سليمة ما فيهاش أي شيء، حاب أعرف عنك الكثير وأشوف فحوصاتك. فعملنا فحوصات له ورحنا له في الزيارة الثانية وقدمت له الفحوصات. أول ما شاف الفحوصات الدكتور تفاجأ، قال له عندك أنت مشاكل في الإنجاب، حيث أنه باين إنك صعب إنك تنجب بالفترة هذه. استغرب زوجي وقال له أنا أصلا تزوجت مرة ثانية عشان أنجب وأنجبت بالفعل توأمين. قال الدكتور أنا الفحوصات بتقول إن عندك صعب الخلفة، فكيف أنجبت؟ سؤال غريب. فالرجل اندهش وانصدم بنفس الوقت. إيش اللي بيقوله الدكتور؟ معقولة إن أنا ما خلفش؟ أول حاجة عملها طبعا زوجي راح لعند زوجته وصيح وسمع بها وقال لها أنت من فين جبت الأولاد هذا؟ أنا ما بنخلفش، أنا قعدت مع زوجي 5 سنوات ما خلفتش، كيف خلفت منك؟ قالت له هذا اللي حصل، أنا مش عارفة أتأكد. قال لها خلاص أنا مشتيكيش، أنت طالق. طبعا زوجي طلق المرأة على طول بدون أي كلام. رجع لعندي حزين ومتأسف وندمان على الذي حصل، وقال خلاص أنا مش عارف إنه ربي كذا بيعملني. الحمد لله الآن أولاده، رغم إن أنا قلت للأولاد ما لهم ذنب، يمكن نحاول نربيهم حتى وتهتم بهم. قال لا أنا دحين فاصل مش عارف إيش أعمل. أحب أقول لكم إن أنا اتفقت مع الممرضة إن أنا أجيب لها فحوصات لواحد، تجيب لي فحوصات لواحد ما بيخلفش تركبه كأنه زوجي، وفعلا جبت لها مبلغ محترم عشان تعمل لي هذا الشيء. وللآن زوجي مش عارف الحقيقة، فهل أنا دخلت في مشكلة كبيرة أم لا؟ حابة تساعدوني وتشوفوا هل أعترف وأقول الحقيقة وطلقني واخسرني مرة ثانية، أو أسكت وأخلي الأيام تبين له كل شيء، رغم أني خربت بيت وأنهيت حياة أطفال 2. تحياتي للجميع، شاركونا رأيكم ودمتم سالمين.